صباح الفل. بخصوص تقييمات السي في بتعدي ATS او ما بتعديش. تمام. المعايير الخاصة بال ATS قلناها كذا مرة وهي موجودة على جوجل، كلنا نقدر نشوفها. طيب انا بيجيلي ناس كتيرة بتدخل على كذا ويب سايت وتشوف نسبة قبول السي في كام من 100 تقريبا في ان هو يعدي من ATS system. كان اشهر موقع، يعني بدون ذكر اسماء كده، دايما بيدي ريتس عالية لما نحط job description واحنا بناتاتش السي في. وات ايفر حتى السي في فورم شكلها عامل ازاي. يعني انا لاحظت مثلا ابلود السي في بتاعي مره من غير ما املى البوكس بتاع الجوب ديسكريبشن، ومره ابلود السي في لما احط الديسكريبشن، ومره كمان ابلود سي في ما فيهوش ولا ستاندرد من معايير الاي تي اس واحط معاها الجوب ديسكريبشن للوظيفه بتاعتي يعني، ومره سي في انا متاكده 100% ان هو بيعدي من الاي تي اس. يعني اوفرول المواقع دي بتقيم سيفيات تمام، وبتقول نوتس فيهم نوت كويسة لما بتكون داخلة في الكونتنت قوي. ولكن يعني المعيار الوحيد للسي في ان هو بيعدي ATS او مش بيعدي ATS هي انا بابلاي على الوظائف على ويب سايت او على لينكد ان او على اي عموما بلاتفورم مربوطة بشركة عندها ATS system، ويكون الريكويرمنتس اللي عندي بتفت للريكويرمنتس اللي الشركة طلباها في البوزيشن ده. وساعتها اقول السي في بتاعي لما بيوصل عليه مكالمات او يوصل عليه انه هيروح النكست ستيج او وات ايفر الفيدباك اللي بيوصلني ايه من الشركة، اقول اذا كان ده بيعدي ATS او مش بيعدي. ليه بقول ان مواقع التقييم دي مش كاملة؟ مش بقول فيها مشكلة، هي مش كاملة لان هي مش بتقيمني السي في على وظيفة معينة. انا دلوقتي لما شركة بتشتري بيبقى عندها ATS system او بتشتري بتحط عليها الجوب بوستز مثلا، بتخلي السي فيات السي فيز بتتفلتر بناء على الريكويرمنتس الموجودة في الجوب بوست. فوانس ان انا اروح لموقع تقييم هو مش عليه specific requirements، طب انا كده السي في بتاعي هيتقيم بناء على ايه؟ تمام. دي حاجة. طيب حد هيقول لي لا، طب ما هو التايتل معروف، انا مثلا financial manager، انا مثلا logistics officer، دي حاجة public ومعروفة. اوكي فاين، بس كل شركة ليها requirements بتاعتها. كل شركة انا عندي في الشركة تايتل الهيومن ريسورس ريكروتمنت سبيشالست، تمام. في شركة تانية في ريكروتمنت سبيشالست بيكون مسؤول من اول المان باور لحد الفاينل مثلا بروسس بتاعت الانترفيوز، تمام. وفي مكان تاني لا، انت جاست بتكوندكت الكول وتكوندكت الانترفيوز وما بتعملش 1 to 1 انترفيو مع حد، تمام. ف كل شركة ليها متطلبات، ده طبعا ان ديتيلز زيادة، بس انا قصدي ليه اقول كده ان كل شركة ليها متطلبات معينة في الكانديديت اللي هي بتختاره. على فور اكزامبل يعني مثلا ان انا شركة طالبة حد سيلز مانجر FMCG باك جراوند، تمام، واي هاف تو ان انا اطلع من السي في ان هو لازم يكون في FMCG باك جراوند مثلا اتليست 4 years، تمام. السيستم بيقرا ده، ولكن انا دلوقتي لما بدخل على موقع تقييم بيقيمها لي على اي اساس؟ ايه الريكويرمنتس اللي هو واخدها عشان يقيم على اساسها؟ في نوت بتتقال حلوه جدا to be considered، تمام. ولكن مش ده المقياس الوحيد ان السي في بيعدي ATS سيستم او لا. نقدر ناخد معايير ATS الموجوده على جوجل، نقدر ندور نسرش كتير لحد ما نقدر نعمل سي في بيمثل الستاندرد دي، ولكن ما تخليش يعني ما نخليش الويب سايتس دي بس هي المعيار الوحيد، لان في ناس بتحبط جدا لما تلاقي السي في بتاعها مثلا جايب حاجه و40%، حاجه و30%، حاجه و60%، مع ان السي في ممتاز اصلا. فالفكره في ايه؟ انا دلوقتي حتى كريكروتر انا بجيب الداتا اللي بتمثل البوزيشن الريكويرمنت اللي عندي، تمام. وانس ان هي نوت ريكوايرد هجيبها لي؟
مش هجيبها. تمام. ده نفس النظام اللي بيتعمل بيه الفلتريشن على السيستم، بس تكون حاجه سيستماتيك اكتر. طبعا ما بتاخدش الوقت اللي احنا بناخده از ريكروترز، ما بتاخدش الايفورت، ما بتاخدش البروسيس اللي احنا بنقعد نعملها عشان نتاكد الداتا صح او مش صح. ف يعني to be considered once ان انا بقول السي في بتاعي بيعدي ATS system، يا ريت اجوجل المعايير بتاعت ال ATS، اقراها كويس، ارجع اطبقها بالسي في بتاعي، واشوف هي متوفره فيه ولا لا. طب ايه محتاجين نديفلوب، ايه اللي محتاجين نشتغل عليه ونشتغل عليه فعلا. دي كانت نوت بسيطه عن ال ATS system وازاي السي في بتاعي بيمت السيستم ده او لا. يلا صباحكم زي الفل، باي.